السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما ترون جهاز آخر من نوع أوكي، تقريبا نفس الموديل ديال الحلقة اللي فاتت. هنا المسافة، هنا المسافة العلوية اللي فيها لا ريسبسيون مزيانة، ضيقة جدا. يعني الحلقة اللي فاتت في الفيديو اللي قبل من هذا ديال نفس الموديل تقريبا كانت عندنا لا ريسبسيون وصلت لهنايا، وكنا لقينا إلا تذكرتو الفولتاج اللي لقينا على الكوف الجانبي هو ناقص 0.98 فولت. إذا من المفروض أننا سنجد واحد الفولتاج على الكوف الجانبي اللي خصو يكون أقل من 0.98 فولت. تقريبا هنايا الشاشة كلها مملوءة بالخطوط الأفقية مع تغير الماتريكس ديال الألوان عند الاشتغال من الأصفر إلى الأبيض ثم من الأبيض إلى الأصفر. تقريبا نفس الموديل ديال الحلقة اللي فاتت، غير اشنو اللي كاين الفرق هو ان المسافة اللي فيها لا ريسبسيون هنايا، يعني باش نأكدوا الفكرة ديال عدم اتصال واحد الخط هنايا من المسطرة العلوية الى المسطرة الجانبية. يعني ماشي كيتصل، يعني تيولي اوبن، ولكن حيت هو من الجرافيت كتكبر لا فالور ديال لا ريزيستونس ديالو. اذا ديك لا ريزيستونس لداخل انترن ديالو كل ما كبرات كل ما الفولتاج اللي تيدوز على الكوف الجانبي تينقص، وبالتالي ما تتكونش واحد القوه رادعه باش يمنع انه يخدم الشاشه كامله. ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي هذا الجهاز مازال ما فتحناش، ولكن غادي نفتحوه وغنرفعوا واحد الفيديو تاني في نفس الموضوع، غادي نحكيو فيه التفاصيل كلها ديال حالات الاختبار الى اخره.